ما تنجحلكش البسبوسه جربي هذه الوصفه وادعي لي، ناجحه 100% والنتيجه راهي امامكم. روحوا المقادير وطريقه التحضير. عندنا 2 كيسان سكر، 4 كيسان ماء نخلطوا بارد في بارد نديروهم فوق النار كي يبدا يغلي الخليط، احسبوا 15 دقيقه وطفوا. اذا عندك شريحه تاع ليمون ضيفيها راح تعطي ذوق هايل للشربات تاعكم. من جهة أخرى عندي 4 حبات بيض بدرجة حرارة الغرفة، رشة تاع الملح، كاس إلا ربع سكر عادي نخلط جيدا. من بعد نبدأ نضيف الزيت بالتدريج، أيضا نخلط جيدا. بعدها ضفت كاس تاع حليب، أيضا هنا نخلط جيدا. من بعد نضيف ملعقة صغيرة فانيليا وعطر الليمون أو قشور الليمون للنكهة اختياري، تقدروا ديروه تقدروا ما ديروش. هنا عندي كاس الا ربع مزيج ما بين جوز الهند والكاوكاو يكون محمص. الكاوكاو اللي هو الفول السوداني، تقدروا ديروا جوز الهند وحده، تقدروا ديروا الفول السوداني وحده. نخلط ومن بعد هنايا ضفت الكاس الاول نتاع السميد المتوسط، ها هو هنا قربت لكم هذا الكاس الأول. من بعد نضيف الكاس الثاني ونخلط. بعدها نضيف 2 أكياس خميرة كيميائية، وزن الكيس الواحد 10 غرام، يعني المجموع 20 غرام. هنايا نخلط، شوفوا الخليط يبان باللي خفيف، هذاك هو. خلوه يرتاح 10 دقائق، بعد ما يرتاح راح يزيد يتشرب. شوفوا الخليط كيفاش راهو دركي. هنا عندي الصينية تاعي المقاس تاعها 30 على 24، دهنتها بشوية زيت ومن بعد نفرغ الخليط نتاعي اللي كنت كما قلت لكم لازم ضروري تخلوه يرتاح 10 دقائق. هنا راني فرغته. نكونوا مسخنين الفرن تاعنا على اقصى درجة، من بعد نقصلو على 160 درجة. نديرو الصينية تاعنا طيب في الرف الوسطاني، اعطولها وقتها طيب من التحت. كي طيب من التحت شعلي من الفوق تاخذ اللون الذهبي. مباشرة وهي سخونة شربوها بشربات تكون باردة. الشربات انا كنت زدت لها شوية فانيليا شوية من عطر الليمون، وهي سخونة لازم تغطوها. ومن بعد دهنت السطح كما راكم تشوفوا بشوية عسل وزينتها بجوز الهند، واكيد التزيين يبقى اختياري. وهذه هي النتيجة اللي تحصلنا عليها. واذا ما فهمتيش اي حاجة الوصفة